استنى، ازاي يعني الجثة اللي اتدفنت ممكن ما تكونش جثة صاحبها؟ ازاي تقرير رسمي يقول وفاة طبيعية وفي نفس الوقت فيه اتهامات وتشكيك لسه شغال لحد دلوقتي؟ قصة الدكتور ضياء العوضي مش مجرد خبر وفاة، دي قصة فيها تفاصيل كتيرة وبعضها مش راكب على بعض. السلام عليكم، خلينا نبدأ من الأول وبهدوء. الدكتور ضياء العوضي دكتور مصري موجود في دبي وقت وفاته. المعلومات اللي اتنشرت في مواقع إخبارية مصرية وعربية بتقول إن تم العثور عليه متوفي جوه مكان إقامته، والمتداول إنه كان شقة أو إقامة مؤقتة، وفي مصادر بتقول إنه كان فندق، وده مش مؤكد 100%. الوفاة جت بعد فترة انقطاع أو عدم تواصل، وده اللي خلى المحيطين بيه يبدأوا يقلقوا. الجهات المختصة في دبي اتعاملت مع الحكاية دي وتم نقل الجثمان للطب الشرعي. لحد هنا دي معلومات شبه متفق عليها. اللي زود الجدل مش الوفاة نفسها لكن تفسيرها. التقارير الرسمية اللي صدرت من الجهات الإماراتية حسب ما اتنشر قالت إن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، جلطة في القلب، مفيش شبهة جنائية مثبتة. ده مهم بقى جدا لأن ده الموقف الرسمي الوحيد المعتمد لحد اللحظة دي. بس هنا لازم نقف لحظة. استنى، لو كل حاجة واضحة وطبيعية ليه القصة مكملة جدل لحد دلوقتي؟ أقول لكم، التحول الكبير في القصة حصل بعد تصريحات زوجته. الزوجة خرجت بتصريحات قوية جدا. الكلام ده انتشر على السوشيال ميديا وبعض المواقع، بتقول فيها إن الجثمان اللي اتدفن مش جثة جوزها، وإن في شكوك حوالين هوية الجثة من الأساس. التصريحات دي قلبت الموضوع من وفاة طبيعية لقضية فيها علامة استفهام كبيرة. زوجته قالت إن الموضوع عدى مرحلة الشبه، ده حتى الصوابع والضوافر بتاعة جوزها هي حافظاهم، مش هي دي اللي كانت في الجثة. بس هنا لازم نكون واضحين جدا، التصريحات دي اتهامات أو شكوك شخصية، مفيش لحد دلوقتي إعلان رسمي بيدعم الكلام ده. مفيش نتيجة تحليل DNA منشورة للعلن تثبت أو تنفي بشكل قاطع. يعني إحنا قدام رواية رسمية وفاة طبيعية ورواية شخصية شك في الجثمان. طب خلينا نفك القصة بالعقل. الوفاة المفاجئة بسبب جلطة قلبية بتحصل، مش نادرة يعني. نقل الجثمان للطب الشرعي ده إجراء طبيعي طبعا. إعلان رسمي بعد الفحص ده الطبيعي في أي دولة. طيب الحاجات اللي محتاجة بقى تفكير، سبب تأخر أو تضارب بعض المعلومات في البداية. ليه حصل انقطاع تواصل قبل اكتشاف الوفاة واتقال إنه اختفى؟ هل كل التفاصيل الطبية تم توضيحها بشكل كافي للناس؟ الحاجات بقى اللي مشكوك فيها وبناء على التصريحات بس، فكرة إن الجثة مش جثته، غياب دليل علني يدعم أو ينفي الكلام ده. استنى، لو فعلا في شك في الجثمان ليه ما تمش إعلان نتيجة تحليل واضح للناس يقفل الموضوع؟ الإجابة هنا مش بالضرورة إن في حاجة غلط، ممكن ببساطة الإجراءات دي بتاخد وقت، أو النتائج بتتسلم للأهل بس مش للإعلام، أو أصلا ما تمش طلب إعادة فحص رسمي. خلينا نبص على الاحتمالات وننقضها. الاحتمال الأول، وفاة طبيعية 100% مدعوم بتقرير رسمي، مفيش دليل مضاد معلن، ده أقوى احتمال حاليا واللي على الساحة. الاحتمال التاني، سوء فهم أو صدمة من الزوجة، فقدان مفاجئ ممكن يسبب عدم تقبل. التشكيك أحيانا بيكون رد فعل نفسي، واحتمال وارد جدا إنسانيا. الزوجة مش قادرة تصدق إن جوزها اختفى فجأة من حياتها وإنه مش هيرجع تاني. الصدمة مخليها تقول لأ، ده مش جوزي. الاحتمال التالت، وجود لبس أو خطأ، نادر قوي لكن مش مستحيل. محتاج دليل قوي جدا زي DNA عشان نأكد الموضوع. مفيش دليل معلن يدعمه لحد دلوقتي الشك ده. طيب في نقطة بقى مهمة جدا والتركة اللي الناس كتير ما خدتش بالها منها. في نقطة صغيرة بس مهمة، كل الجدل الحالي مبني على تصريحات مش مستندات منشورة. ده قال، دي قالت، ده اكتشفوا، ده حصل. الكلام مش رسمي، يعني مفيش تقرير طبي كامل اتنشر للناس، مفيش تحليل DNA معلن، مفيش مستند رسمي بيقول
في مشكلة في الجثمان، ده بيخلي القصة مفتوحة لكن مش مثبتة. روايات الناس، في ناس على السوشيال ميديا قالت إن في تفاصيل مش واضحة في وقت الوفاة، أو إن في تأخير في التواصل، لكن مهم جدا دي روايات غير موثقة رسميا، ما ينفعش نعتمد عليها كحقائق. طيب الخلاصة، احنا دلوقتي قدام مشهد فيه تقرير رسمي بيقول وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وتصريحات شخصية بتقول في شك كبير إنه ما يكونش هو، وبين الاتنين مفيش دليل علني حاسم. طيب لو ده كل اللي عندنا، ليه الناس لسه مش مقتنعة؟ ايه التفاصيل اللي ممكن تكون سبب الشك؟ هل فعلا في حاجة مستخبية ولا احنا بنكبر الموضوع؟ استنى، لو كل حاجة اتقالت رسميا وإن الوفاة طبيعية، ليه الإحساس العام إن في حاجة ناقصة؟ هل ده شك في القصة ولا شك في طريقة عرضها؟ خلينا نرتب اللي نعرفه مش اللي اتقال كتير. الدكتور ضياء العوضي كان موجود في دبي، وحصل انقطاع تواصل لفترة. المدة الدقيقة مش منشورة بشكل موحد، ناس بتقول أيام، أسبوع، ناس بتقول يومين 3، وناس بتقول اختفاء ومحدش عارف ايه اللي حصله. بعدها تم العثور عليه متوفي جوه مكان إقامته. الجثمان اتنقل للطب الشرعي، ده حاجة طبيعي جدا. صدر تقرير بيقول جلطة قلبية مفاجأة ومفيش أي شبهة جنائية، وده اللي سبب الصدمة لكل الناس. ازاي فجأة يموت؟ ايه الأسباب؟ مفيش شبهة جنائية ازاي؟ وبعدين هو سن صغير، ايه اللي هيحصل؟ بعد كده بدأت التصريحات والشكوك من الزوجة، ده التسلسل الأقرب للمنطقة بناء على المتاح. طيب تعالوا نفكر، هل في فجوة زمنية بين آخر مرة اتشاف فيها وبين اكتشاف الوفاة؟ ولو في، هل دي طبيعية؟ أيوة، بتحصل في حالات كتير جدا، خصوصا لو الشخص لوحده، لكن برضو دي نقطة بتفتح باب تساؤل. الانقطاع قبل اكتشاف الوفاة ممكن يتفسر بأكتر من شكل. في تفسير منطقي إن الشخص ده كان لوحده، مفيش تواصل يومي إجباري، الوفاة حصلت فجأة. في تفسير تاني محتاج بقى نتحقق منه، هل حاول حد يوصله ومعرفش؟ هل كان في إشارات قلق قبلها؟ المشكلة إن التفاصيل دي مش معلنة بشكل كافي، وده اللي بيخلق مساحة الشك. نرجع لنقطة الزوجة ونفككها بهدوء. تصريحات الزوجة كانت صادمة، لأنها مش بتشكك في سبب الوفاة بس، دي بتشكك في هوية الجثمان نفسه. استنى، دي نقطة تقيلة جدا، بس خلينا نسأل السؤال الصح، هل في دليل معلن يدعم الكلام ده؟ الإجابة لحد دلوقتي لأ، مفيش. هل في جهة رسمية قالت إن في خطأ في الجثمان؟ الإجابة برضو لأ. طيب لو افترضنا إن في خطأ في الجثمان، وده افتراض بس، فده معناه خطأ في التعرف على الهوية أو خلل في الإجراءات، وده في الأنظمة الحديثة نادر جدا، محتاج سلسلة أخطاء مش خطأ واحد. عشان كده الاحتمال ده موجود نظريا، لكن ضعيف من غير دليل قوي. طيب لو مفيش دليل، ليه التصريحات دي أثرت في الناس كده؟ الإجابة ببساطة لأن الفكرة نفسها مخيفة وغريبة، وبتكسر الثقة في حاجة الناس شايفاها ثابتة. في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها، التغطية الإعلامية نفسها ما كانتش دايما بنفس المستوى من الدقة. في مواقع اكتفت بالبيان الرسمي، وفي بعضها ركز على الجدل والتصريحات. السوشيال ميديا ضاعفت كل حاجة، وده خلق 3 مستويات من الرواية: رواية رسمية هادية، رواية إعلامية فيها تفاصيل ناقصة، رواية شعبية فيها تهويل أحيانا. في نقطة ذكية، تركة، في حاجة ناس كتير مركزتش فيها، مفيش تضارب رسمي واضح، التضارب كله جاي من مصادر غير رسمية أو تصريحات. زوجة قالت، إعلامي قال، صديق للدكتور قال، ناس كانوا بيشتغلوا معاه قالوا. التضارب جه من كده، وده فرق مهم جدا ما بين الرسمي والغير رسمي، لأن التضارب الرسمي ده هيبقى مشكلة حقيقية، المنظمات متلخبطة ومعنى كده الموضوع فيه حاجة، لكن التضارب الشعبي ده طبيعي في أي قضية مثيرة. طيب هل في شبهة جنائية فعلا بناء على المعلومات المعلنة؟ مفيش دليل رسمي بيقول كده، التقرير الطبي قال العكس، لكن هل ده يمنع التساؤل؟ لا طبعا. عشان نقول في شبهة لازم يكون في إصابات غير مفسرة، تضارب في التقارير، دليل على تدخل خارجي، ولا واحد من دول تم إعلانه رسميا. طيب التحقيقات في دول زي الإمارات بشكل عام بتبقى إزاي؟ بتبقى دقيقة
ومعتمدة على الطب الشرعي ومبنية على أدلة واضحة، وده بيخلي أي استنتاج رسمي بيبقى له وزن. طيب هو ممكن تكون الحقيقة كاملة بس مش كلها اتقالت، يعني احنا في منطقة عدم يقين مش مؤامرة. لو جمعنا كل حاجة، الوفاة حصلت في دبي، التقرير الرسمي جلطة قلبية، مفيش شبهة جنائية معلنة، في تصريحات من الزوجة بتشكك لكن من غير دليل موثق منشور، من غير انحياز. أنا شايفة إن أقوى رواية حاليا هي الرواية الرسمية، لكن طريقة عرض التفاصيل كانت ممكن تبقى أوضح، والفراغ ده هو اللي خلق الشك. في رأيك إحنا قدام قصة عادية اتفهمت غلط ولا في تفاصيل ناقصة لسه ما ظهرتش؟ ولو في، مين المفروض يوضحها؟ لغاية هنا خلصت الحلقة. هنتابع مع حضراتكم إيه آخر أحداث الدكتور ضياء العوضي، وهنقول إيه اللي ممكن يحصل ونحلله مع بعض. السلام عليكم.